كم مرة عملت محتوى وما حدش اشترى؟ السر مش في الإعلان، السر في سكريبت الويبينار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الرحمن علي من قناة برو ماركتينج. النهاردة إن شاء الله هنتكلم وهعلمك إزاي تكتب سكريبت ويبينار يخلي الناس تقعد تسمعك للنهاية إن شاء الله وتشتري منك بإذن الله. ولو عندك كورس أو برنامج تدريبي أو خدمة وعايز تبيعها لأكبر عدد من الناس، فالويبينار هو أقوى أداة تقدر تستخدمها. علشان تعمل ويبينار ناجح، فيه عناصر أساسية في السكريبت لازم تكون عارفها وأنت بتعمل ويبينار. في البداية لازم تكون محدد هدفك، يعني حدد إيه اللي عايز تحققه من الويبينار. زي مثلا أنت عايز تعمل توعية أو عايز تبيع فيه خدمتك، أو زي مثلا الكورسات بتاعتك أو الاستشارات أو بتقدم خدمات تدريبية، فده أنسب حاجة ليك عشان تزود القاعدة الجماهيرية الخاصة بيك ويثق فيك أكبر عدد ممكن، وتقدر بعد كده تبيع لهم خدماتك وكورساتك واستشاراتك. ولازم طبعا تكون أنت محدد عميلك المستهدف اللي هتقدر تساعده، علشان لو فكرت تعمل ويبينار لكل الناس فأنت بتضيع وقت وبتخسر كتير جدا. فلازم يكون عندك عميل مستهدف اللي هتقدر تساعده بالخدمة أو البرنامج التدريبي بتاعك. كمان تبيع العرض بتاعك لكل الناس، دي أصعب حاجة ممكن تعملها وأكتر حاجة ممكن تخليك ما تعرفش تبيع خالص. فبالتالي برضو لازم يكون عندك ميكانيزم أو طريقة خاصة بيك أنت، فسيولوجية خاصة بيك تقنع بيها الناس. مش لازم أنت تكون مألفها، لأ، ممكن تكون يعني دي استراتيجية معروفة ولكن بتعملها بطريقتك، بتعمل ميكانيزم خاصة بيك أنت بتشرحها للعملاء تقنع بيها العميل. وده اللي بيسهل عليك لما تيجي تعرض العرض بتاعك. ولازم طبعا يكون العرض بيساعده لتحقيق هدفه اللي هو محتاج يوصل له. ولو مش عارف ازاي تعمل عرض لا يقاوم، انا عامل هنا في القناة فيديو بيتكلم عن ازاي تعمل عرض لا يقاوم. طبعًا في أدوات كتير ممكن تستخدمها وأولها الPowerPoint، أو ممكن تستخدم تصاميم جاهزة عن طريق Canva علشان تعمل الscript بتاعك. طيب تعالَ نتكلم بقى في الخطوات عمل الscript. تمام؟ طيب أول حاجة لازم يكون عندك بداية قوية. زي إيه مثلًا؟ زي مثلًا ابدأ بسؤال أو جملة تهز المستمع علشان يقدر يلتفت ويكون مركّز معاك. زي مثلًا كام مرّة عملت محتوى وما حدش اشترى؟ زي اللي أنا قُلتها كده في الأول. الهدف إن هنا إنهم يعرفوا إنك فاهم مشكلتهم وإنك حاسس بوجعهم. وكمان ممكن تعرض إحصائية ت تعرّفهم المشكلة اللي كانت عندهم، مثلًا إن ليها حل مثلًا، أو حد قبل كده قدر يحقق نتايج كبيرة. الخطوة 2 القصة الشخصية. يعني لمّا تيجي تعرّف نفسك يا ريت تقدّم احكي قصة قصيرة يعني عنك أو عن عميل ليك. كنت فين مثلًا، إيه التحدي اللي قابلك وإزاي اكتشفت الحل. القصة بتخلّي الناس تثق فيك أكتر وتتابعك. أو ممكن تعرض مشكلة وقُل قبل وبعد. يعني مثلًا قُل دي مشكلة مثلًا حد معيّن، قبل المشكلة كانت حالته كذا مثلًا، وبعد المشكلة بقى اتحسّن كتير جدًا وطوّر من نَفْسه، بقى شخص تاني، بقى مثلًا لو بتتكلّم في سوق المال بقى شخص بقى عنده دَخْل كبير، كده يعني أيًا كان. أو مثلًا أنت في سوق الصحة مثلًا، فبتتكلّموا على حالته قبل البرنامج التدريبي بتاعك وبعده بيكون إزاي. فبتقول له بتعرض مشكلته وقُل له قبل وبعد، فين كنت مثلًا وإزاي اتحلّت المشكلة. الخطوة التالتة مثلًا تقدّم القيمة، اللي هي التعليم اللي أنت جاي تعلّمه لهم النهارده، المحتوى اللي أنت جاي تفيدهم بيه. شارك مثلًا من 3 ل5 أسرار أو خطوات عملية، حسب بقى مجالك وخبرتك وحسب الموضوع اللي أنت اخترته في الويبينار اللي هتقدّمه للعملاء. لازم يكون في قيمة عالية جدًا، فعلًا الشخص اللي يحضر معاك الويبينار فعلًا يكون استفاد. الجزء ده أهم حاجة، الناس تحس إنها طلعت من الويبينار بمعلومات قوية حتى لو ما اشترتش. الخطوة الرابعة إحنا بنسميها كشف الفجوة بقى، اللي هي إيه، مثلًا ورّيهم إن اللي اتعلموه مهم، بس التطبيق الكامل محتاج نظام أو خطة أكبر، وده اللي أنت بتقدمه في برنامجك علشان تقدر تساعدهم بيه. وبعد كده الخطوة الخامسة اختم بتلخيص سريع ودعوة واضحة، زي مثلًا حجز استشارة أو شراء الكورس بتاعك أو الخدمة اللي بتقدمها. وحاول يعني توجد تفاعل دايمًا مع الحضور بشكل مستمر، يعني ادخل دايمًا أسئلة
استطلاعات أو يوجد نقاش عشان تحافظ على انتباههم والتفاعل معاك. الخطوة رقم 6 بقى العرض اللي هتعرضه. قدّم برنامجك أو كورسك كالحل الجاهز اللي هيساعدهم يطبّقوا كل اللي اتعلموه بشكل أسرع وأسهل. يعني ركّز على النتيجة اللي هيوصل لها المتدرب، ما تركّزش على التفاصيل والخطوات والكلام ده كله، ركّز على النتيجة اللي هو هدف العميل اللي هيوصل له. ولازم طبعًا تكون أنت موفّر له في العرض بتاعك كل حاجة ممكن تساعده إنه يوصل لهدفه. أنا كده جمعت لك يعتبر أغلب النقاط اللي موجودة داخل الscript. اعملها بعناية. حاول دايمًا تكون مختصر، وحاول دايمًا يعني ورّيهم قوة المعلومات اللي أنت بتقدّمها. ولازم طبعًا تهتم بموضوع الoffer بتاعك والcall to action. في الآخر لازم يكون عندك طبعًا دعوة واضحة، زي حجز استشارة أو شراء الكورس بتاعك أو الخدمة أو البرنامج التدريبي اللي بتقدمه. لو عايز تبدأ رحلتك كمان معانا وتبني سيستم يبيع لك كورساتك باحتراف، تواصل معانا دلوقتي على الواتساب واكتب كلمة جاهز وهنساعدك ونمشي معاك المشوار كامل لحد ما تحقق أول مبيعات. ولو أنت عايز استشارة مجانية تساعدك تعرف مشكلتك وإزاي تبدأ صح، ممكن تحجز مكالمة. هاسيب لك اللينك في الdescription. ولو محتاج تشترك في أداة cash process اللي هتقدر من خلالها تبني السيستم بتاعك، وتقدر تعمل من خلالها الماكينة اللي هتقدر تبيع من خلالها، سواء العرض بتاعك عن طريق الويبينار أو عن طريق الlow ticket أو أي استراتيجية تانية تبيع كورساتك أو استشاراتك بشكل عام. فلازم طبعًا يكون عندك سيستم بيع sales funnel. فلو حابب تشترك في الأداة اللي هتبني لك كل حاجة محتاجها في التسويق والمبيعات، زي صفحات البيع وزي السيستم الكامل، يعني الصفحات والإيميل ماركتينج والautomation والكالندر وكل حاجة والmembership اللي هتحط فيها الكورسات بتاعتك. فهاسيب لك لينك الخاص بأداة cash process فيه كل التفاصيل عن الأداة. وكمان بنكون معاك دعم مباشر بيساعدك وأنت تستخدم الأداة خطوة بخطوة. وكمان في فيديوهات إحنا عاملينها فيها شرح كامل إزاي تعمل الويبينار. يعني في الآخر أنا عايزك تفتكر إن الويبينار مش مجرد عرض، هو رحلتك مع العميل من أول دقيقة لحد ما ياخد قرار شراء. اكتب الscript دايمًا بخطوات واضحة، ودايمًا حُط في بالك إن الهدف مش بس البيع، الهدف إنك تبني ثقة وتقدم قيمة حقيقية. ما تنساش الاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، ولو تعرف حد محتاج يعمل ويبينار شارك معاه الفيديو. كمان عامل قائمة شارح فيها إزاي تعمل ويبينار بالكامل خطوة بخطوة وبشكل عملي. تقدر تشوفها دلوقتي. كنت سعيد جدًا بوجودي معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.